كتبدا القصة في جبال ويست فيرجينيا. جوج متسلقين، واحد الولد وواحد البنت، طالعين في الصخور العالية مربوطين بالحبال. الجو باين هادئ، غير أصوات ديال الطبيعة. الولد كيكون هو اللي سبق، وفعلا كيقدر يوصل للقمة. غير كيوصل وكيوقف ياخد أنفاسه، كيبان عليه مرتاح. ولكن فجأة كيوقع الصمت، ومن بعد كتبان غير يديه مدلية من فوق القمة، وكتنزل قطرات ديال الدم على وجه البنت. البنت كتشوف هاد المنظر وكتفهم أن مصيبة وقعت. ما كيجي فين تفكر حتى كتبدا كتسمع اصوات غريبه، ومن بعد شي قوه كتشدها من التحت وكتجرها بعنف. والولد كيبان واقف وكيتلاح فجاه من فوق الجبل. البنت كتقاوم اللي كيجرها، ووسط الرعب الكبير كتحاول تقطع الحبل ديالها باش ما يبقاوش شادينها، وفعلا كطيح لتحت وسط الوادي. هي كتبقى بوحدها وكتحاول تهرب، وكتشوف شي ظل كيتحرك وسط الغابه، وكتعثر حتى كطيح، واليد ديال واحد من الوحوش كتشدها فجاه وكتجرها. من بعد كيتبدل المشهد وكيبان كريس، طبيب شاب راكب سيارته وماشي لموعد عمل. الطريق الرئيسي مسدود بسبب حادث، والبوليس كينصحوه ياخد طريق جانبي عبر الغابة. كريس وهو مستعجل كيقرر يجرب الطريق الطويل. كيوصل لواحد المحطة صغيرة وسط الغابة، بحال كوخ مهجور فيه رجل غريب الملامح، لابس لباس موسخ وما كيهضرش بزاف. كريس كيقرب عنده وكيطلب منه واش يقدر يستعمل التليفون باش يتصل، حين راه مستعجل بزاف للخدمه ديالو. الراجل كيبقى ساكت وكيشوف فيه شوفات مشبوهه، بحال شي واحد ما بغاش يتدخل في حياته. كريس كيزيد يلح، ولكن الراجل كيخرج منه غير كلمه قصيره وكيوريه بحال الى التليفون ما خدامش. كيمشي كريس كيشوف في الخريطه الطريق اللي ممكن يدوز منها في الغابه، والراجل كيشوف فيه شوفات غريبه. فهاد اللحظه المشهد كيخلي المتفرج يشك، واش هاد الراجل متواطئ مع شي حاجه خطيره ولا غير انسان عادي ما كيبغيش الغرباء. كريس كيشد الطريق وسط الغابه وكيشوف واحد الغزال مقتول وسط الطريق، وكيفقد التركيز للحظه وكيتصادم بالخطا بسياره ديال مجموعه ديال الشباب. جيسي، كارلي، سكوت، ايفان وفرانسين، سيارتهم بجوج كيتدمروا وما بقاتش اي وسيله للتنقل. كيخرجوا كاملين كيتجادلوا وكل واحد كيلوم الاخر. كريس كيبدا يبرر ليهم باللي هو كان مستعجل ولقى الطريق الرئيسيه مسدوده، وهما بدورهم كيقولوا ليه بانهم حتى هما تعطلوا حيت الطريق مقطوع. وملي كيبداو كيتفحصوا المكان كيلقاو ان السبب ماشي صدفه. كيلقاو سلك حديدي غليظ مشدود ما بين الشجر، محطوط بعنايه باش يوقف اي سياره تدوز من تم. هنا كيتبدل الجو كامل. من مجرد حادث عادي كيبان باللي كاين شي واحد متعمد باغي يوقع الناس في الفخ. الجميع كيبدا كيتبادل نظرات الخوف والشك وكيتسائلوا شكون اللي دار هاد السلك وعلاش بالضبط هاد المنطقه المعزوله. وكيقرروا انهم ما يبقاوش بلا حيله، خاصهم يلقاو حل باش يخرجوا من هاد الورطه. المجموعه كتقرر تمشي على رجليها تقلب على مساعده. ايفان وفرانسين كيبقاو من وراهم حدا الطوموبيلات باش يتسناو شي حد الا غادي يدوز، ولكن هما جالسين كيستمتعوا. فجاه ايفان كيغبر، وفرانسين كتبدا تقلب عليه وكتفاجئ وتصدم ملي كتلقى غير ودنو مليوحه في الارض، وكيجيها شي حد من اللور وكيصفيها ليها بطريقه خايبه، واللقطه كتسالي بالصراخ. الباقي كيواصلوا المسير وكيستغربوا من شي حوايج كيلقاوهم في الغابه، وكيكتشفوا كوخ قديم الداخل ديالو مظلم كيبان بحال مهجور. ولكن ملي كيقلبوا كيلقاو صناديق عامره بالسنان، ملابس مقطعه وصور عائله قديمه مشوهه، وحتى جزء من السلك اللي لقاوه في الطريق والسبب في الكسيده اللي داروا. فجاه كيستمعوا اصوات على برا، الوحوش راجعين. كيتخباو تحت الطبله وكيشوفوا غير من التحت. الوحوش كيدخلوا هازين جثث ايفان وفرانسين، كيديروهم فوق الطبله وكيبداو يقطعوهم بطريقه همجيه. كريس والجماعه كيبقاو مصدومين وما قادرينش يتحركوا. المشهد كيكون متوتر بزاف. من بعد ما الوحوش كينعسوا المجموعه كتحاول تهرب. كريس كيتطوع يلهي الوحوش ويشد انتباههم، كيخرج بشجاعه وكيبدا يغوت باش يجرهم وراه. وفعلا الوحوش كيتبعوه، غير هو ما كيطولش حتى كيتصاب برصاصه في رجله، والجرح كيخليه عاجز يتحرك بالسرعه اللي كان باغي. وسط هاد الفوضى صاحبه الاخر سكوت اللي كان خطيب ديال كارلي كيتدخل بدوره، كيحاول هو يشد انتباه الوحوش من جهه تانية باش يخفف الضغط على كريس والمجموعه. كيبدا يغوت ويجري، ولكن هاد المره الوحوش كيحاصروه بسرعه وكيتسابقوا عليه بالسهام والضربات حتى كيضربوه ويصفيوه عليه.
صحابو كيستغلوا فرصة انشغال الوحوش مع سكوت وكياخدوا الطوموبيل ديالهم وكيهربوا، ولكن من بعد كيلقاو الطريق مسدود بالشجر وسط الغابة. كينزلوا وكيدخلوا للغابة، وهنا كتبدا المطاردة. جيسي، كريس وكارلي كيكملوا، كيبان ليهم برج مراقبة قديم. كيطلعوا ليه كيلقاو فيه تليفون كيتصلوا، ولكن الخط ضعيف بزاف. قبل ما يكملوا المكالمة الوحوش كيشوفوا الضوء ديال البرج وكيطلعوا ليهم. البرج كيتعرض لهجوم عنيف وكيحاولوا يسدوه، ولكن الوحوش اذكياء بزاف كيبداو يشعلوا العافية وكيطيح البرج كامل بالعافية. ولكن قبل كينقزوا ثلاثة فوق الشجر، ولكن كيكون واحد من الوحوش وسط الشجر كيترصد بهم. كارلي وسط الخوف والصدمة ما كتنجاش، كتشد وتتقطع وسط الفوضى. وكريس مع جيسي كيطيحوا لتحت، ولكن كيقدروا يهربوا وسط الدخان. دازت ديك الليلة وسط الخوف ودخلوا لواحد الشلال باش يباتوا فيه. كيبقاو مخبيين، ولكن بالنهار بداو كيتحركوا، وفي الاخير الوحوش كيواجهوهم وكيخطفوا جيسي ويضربوا كريس. كريس وهو مضروب وعيان كيبقى كيتسنى شي امل في الطريق. فجأة كيشوف الضوء ديال الطوموبيل ديال الشرطة جاي من بعيد. كيمشي كيجري وكيخرج للوسط ديال الطريق، كيشير بيديه باش يوقف البوليسي باش يعاونو. ولكن الصدمة غير كيوقف وخرج من الطوموبيل البوليسي الوحوش كيطلقوا سهم بسرعة قاتلة كيضربوا البوليسي مباشرة في الراس. البوليسي كيطيح ميت. كيتخبى كريس تحت الطوموبيل وشويه هو يزرب على الوحش وياخذ الطوموبيل ديال البوليسي. المواجهة الأخيرة كتكون في الكوخ. كريس كيدخل الكوخ ديال الوحوش بالطوموبيل مباشرة ويدخل في الوحش ويضربه بموس، ولكن هادشي بطبيعة الحال ما كافيش. كيمشي يفك جيسي اللي كانت مربوطة، وفي لحظة كيرجع الوحش يجر كريس بالجهد، ولكن جيسي كتشد سام كتدخلو في راس الوحش وتقتلو. من بعد كيخرجوا من الكوخ وكيشوف كريس الطوموبيل شاعله فيها العافيه، ولكن مازال فيها ليسانس كيزيد يشعل فيها العافيه اكثر، وكتفرقع وكيتفرقع معاها الكوخ. في الاخير كياخذوا الطوموبيل ديال الوحوش وكيهربوا بها. كيظنوا انهم تخلصوا من الكابوس، ولكن المشهد الاخير كيوري بقايا الكوخ والدخان كيتصاعد. واحد البوليسي جاي يتفقد البلاصه اللي تحرقات، ولكن المفاجاه واحد منهم باقي حي وكيضرب البوليسي بفاس. الفيلم كيسالي والاحساس بالنجاة مخلوط بالخوف، وكيخلي عند المشاهد فكره وحده: احيانا اختيار طريق غلط ممكن يبدل الحياه كلها الجحيم ما تصوروش. متابعينا الاعزاء، شنو الراي ديالكم في الملخص ديال هذا الفيلم؟ واش كتبغيو الجزء الثاني منه حيت الوحوش قصتهم مازال مستمره؟